صباح الفل حبايبنا، عاملين ايه؟ اخباركم؟ لسه صاحي من النوم دلوقتي، فان شاء الله نخرج دلوقتي ونشوف ايه الجديد في المدينه. فده اليوم الثاني على التوالي، فدلوقتي هنمشي دلوقتي مع بعض ونشوف ايه الجديد في المدينه. يلا يا جماعه. فانا دلوقتي في طريقي الى الجندولا اللي كان تابع الفيديو بتاع امبارح، يرجع يشوفه. الجندولا اللي هيطلعوا فوق زي ما انتم شايفين، بيطلع فوق على الجبل هنا. فانا هروح اشوف اذا كنا نطلع وناخد منظر حلو من هناك، ناخد لنا صوره، كام صوره من هناك ونعيش الاجواء يا جماعه. زي ما انتم شايفين كميه الاشجار والطبيعه جامده جدا، حاجة تشرح القلب. زي ما انت شايف بيركب من هنا، بتنزل هنا بتبقى بطيئة وبعد كده بيطلع فوق وبيكمل. طبعا جمال المكان. قطع التذكرة من هناك هنا. زي ما انت شايف ده نوعية الاكتيفيتيز والحاجات اللي بتتعمل هنا. هو ده الزيب لاين اللي بقول عليه، ده ممتع جدا، بتشوف كل المدينة وانت نازل من فوق، شكلها جميل جدا. وده اللي انا هطلع فوق، نطلع فوق زي ما انت شايف. جبنا التذكرة وهنطلع فوق يا جماعة. ليتس جو. فتلاقيها هادية وجميلة. المشكلة بقى في الشتاء لما بتبرد التلج بينزل على الجبال دي كلها، واخد بالك، والمكان كله بيبقى بارد ومتلج، فهي فرصة انك تيجي في الصيف. احلى منظر في الدنيا، احلى منظر في الدنيا. فمفيش احسن ولا اجمل من الطبيعه من فوق. النفس لوحده حاسس ان انا اول مره اتنفس. يلا عشان نخش وهوبا. يلا سلام يا اجمل مكان. زي ما انتم شايفين الحصان اتغير من امبارح كان احمر، النهارده بص الحصان شكله عامل ازاي، والمناظر خلابه والناس بتاكل في المطاعم. فانا دلوقتي رايح الفالي، قريه اسمها تيتون فالي. تيتون فالي ديت بعيده عن جاكسون من هنا من التاون حوالي 50 دقيقه بالاتوبيس. فانا هروح اركب الاتوبيس وهروح اشوف تيتون فالي. تيتون فالي دي بقى يا جماعه مكان الفندق الفور سيزونز اللي انا كنت شغال فيه. فالفندق ده موجود هناك قدام حلبة التزحلق في الشتاء، اطول يعني تاني اكبر حلبة تزحلق في امريكا كلها. فهناك في سياح كتير، وكمان جوه في الغابة هناك مناظر جامدة جدا وحاجة حلوة قوي هناك. ويلا يا جماعة. بصوا يا جماعه المناظر دي بقى ايه، تيتون فالي في وسط الجبال. انا كنت هنا من 10 سنين. زي ما انت شايف الاطفال بتلعب. زي ما انتم شايفين الجندولا دي بقى اطول من التانية، فدي بقى بتطلع فوق بقى على عند المطعم فوق.
خد بالك انت ازاي بتبقى اوسع طبعا، وفي الشتاء كلها بتبقى تلج والناس بتيجي تتزحلق من جميع الولايات. فاحنا اشترينا الريسبان بتاعت الجندولا وهنخش هنا. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. شايفين مجرى مائي صغير، ميه نظيفه جدا، ممكن تشرب منها عذبه جدا بصراحه، نظيفه يعني. وانا كنت بقى ايه، كنت فوق شايف انت هنا ونزلت كده. هنا بقى بتخش جوه، معظم الناس بيبقوا على عربيات ما بيمشوش، بيبقى فيه هنا بقى الحيوانات البريه، بيبقى فيه دببه وبيبقى فيه الموس والإلك والحاجات دي كلها موجودين هنا. فانا بقى ايه مش عارف، في بيوت جوه في الغابه بس بيبقوا قافلين على نفسهم الباب وعايشين حياتهم عادي خالص في وسط الطبيعه، احلى حاجه. وبعد ما جيت يا جماعه من هناك وصلت دلوقتي مروح البيت، هقابل صاحبي. النهارده هنخرج، ممكن نتعشى وكده، وبعد كده ايه نكمل يومنا، هنشوف هنعمل ايه. يا جماعه بعد ما قضيت بقى كل الوقت ده مع صاحبي وكده، فهو قال لي ايه هو مش عايز يتصور، فانا قمت راجع خش انام علشان عندنا بكره تصوير جامد جامد جدا. هيبقى فيه بوت، هيبقى فيه مركب في الميه ما بين الجبال، حاجه تانية خالص. يلا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو زي كل مره، واشوفكم ان شاء الله بكره. باي باي.